محطات في حياة مريم فخر الدين. النهاردة هنتكلم عن أغرب يوم في حياة الفنانة مريم فخر الدين بناء على تصريحها عن نفس اليوم ده. بس قبل ما نحكي الحكاية، رجاء الاشتراك في القناة وعمل لايك وشير، وكمان ما تنساش تفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. لكل إنسان مننا يوم بيفتكره كويس قوي وبيكون فارق في حياته. كل إنسان بيمر عليه يوم بيبقى هو الأغرب بالنسبة له. في لقاء من لقاءاتها الإعلانية حكت مريم فخر الدين عن أغرب يوم مر عليها في حياتها. مريم فخر الدين اتجوزت المخرج محمود ذو الفقار، وبعدين اتطلقت منه واتجوزت الدكتور محمد الطويل وسافرت معاه السويد وقعدت هناك 4 سنين وخلفت منه، لكن اتطلقت منه سنة 67 ورجعت مصر، وكان بقالها أكتر من 3 سنين ما اشتغلتش ومعهاش فلوس. ابنها كان محتاج ياكل ولازم تنزل تشتغل بأي طريقة، وفي الوقت ده كانت الاستوديوهات اتأممت، الشغل كان واقف خالص والدنيا كانت بايظة خالص معاها. فراحت لوزير الثقافة وقالت له عايز اشتغل. قال لها استني لغاية شهر 12. قالت له ازاي؟ ما اقدرش استنى. وعرفت ان معظم الفنانين سافروا لبنان، فراحت بايعة شوية الذهب اللي معاها وحجزت طيارة هي وابنها والمربية وسافرت على لبنان، وما كانش فيه في جيبها بعد ثمن التذكرة غير 13 جنيه مصري. وصلت بيروت وما تعرفش اي حاجه هناك، فقابلها واحد معجب قال لها تحبي اوصلكم فين؟ قالت ما عرفتش اقول له ايه. قال لي كل الفنانين المصريين ساكنين في عماره يعقوبيان، وراح وصلها هناك ومشي. اول ما نزلت قابلها سمسار العماره، قالت له لو سمحت كنت عايزه اجر شقه مفروشه ليا انا وابني، بس تحويل الفلوس هيتاخر شويه. وقالت انا قلت له كده وانا مش عارفه هدفع الفلوس منين اصلا. قال لها اهلا وسهلا بيكي، واجر لها الشقه. وهي طلع الشقه لقي السوبر ماركت، قالت لازم اشتري اكل للبيت. دخلت قالت للبقال انا مريم فخر الدين الممثله جايه لبنان اصيف. ما رضيتش تقول انها جايه تشتغل، قالت له جايه لبنان اصيف. فالبقال قال لها تحبي تاخدي الطلبات على النوتة عشان تبقي زبونتنا ولا هتدفعي فوري؟ ضحكت كده وقالت له لا على النوتة طبعا عشان لازم نبقى زباين وحبايب. المهم طلع لها على الشقه فواكه وفراخ وجبن واكل كتير. المربيه لما شافت كميه الاكل دي استغربت، قالت لها ازاي وانت معاكي 13 جنيه بس؟ فردت عليها مريم وقالت لها ده من عند ربنا. قعدوا ياكلوا، وبعد ما خلصوا اكل نزلت تسال السمسار مين من الفنانين ساكن في العماره، فقال لها المخرج ألبير نجيب ومراته. راحت متصله بيه وعزمته على الغداء، وهما بيدردشوا بعد الاكل قال لها في مخرج لبناني كان عايزها عشان تعمل فيلم. فقلت له طب ما تكلمه. راح مكلمه وفعلا جه شرب معاها القهوه واتفقوا على الفيلم، ودفع لها مقدم الاجر بتاعها 500 جنيه استرليني، وده طبعا كان مبلغ كبير جدا. بتضحك مريم فخر الدين وهي بتفتكر اليوم ده وقالت كل حاجه اتدفعت وكل الديون اتسددت من عند ربنا. لكن اليوم ما خلصش على كده. منتج الفيلم قال لها احنا عاملين لك حفله كنوع من انواع الدعايه للفيلم، هتتصوري مع الممثل اللي هيظهر قدامك. كل ده حصل في نفس اليوم اللي وصلت فيه بيروت وما كانتش لسه نامت. الساعة 10 بالليل نيمت ابنها ولبست واتزوقت وبقت مريم فخر الدين الفنانة، فرسمت ابتسامة عريضة على وشها ووصلت لمكان الحفلة. لما وصلت لقيت اليافط والورود والأنوار، مع انها كان لسه من شويه ما كانش معاها غير 13 جنيه. وفي الحفله لقيت المطرب السوري فهد بلان داخل عليهم. المفروض ان الفنان فهد بلان هو اللي كان يمثل معاها في الفيلم، وهي ما كانتش عارفه الموضوع ده خالص. رقصوا مع بعض واتصوروا وهم قاعدين. قال لها عايزه اتجوزك. بعد 3 شهور كانوا متجوزين، وده كان اغرب يوم عاشته في حياتها. لكن للاسف جوازها بفهد بلان ما استمرش بسبب عدم تقبل اولادها ليه، فاتطلقت منه عشان تتجوز اخر ازواجها المهندس شريف الفضالي. من فضلك إذا عجبك الفيديو شرفنا بالاشتراك في القناة وعمل لايك وشير، وكمان ما تنساش تفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.